والله يا جماعة الكيكة دي حصري حصري حصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اتمنى اللي بيشوفني لاول مرة يخش على القناة بتاعتي وياخد جولة كده ويشوف هي الفيديوهات بتاعتها ويعلق لي عليها تعليقات، يا ترى تعجبكم او لا. النهاردة بإذن الله هنعمل كيكة النايتي. إيه والله يا جماعة شكروني عليها جدا لان طريقتها سهلة والنتيجة بتاعتها تحفة تحفة تحفة. هنسمي الله ونبدأ. احنا معانا المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الكيكة العادية تمام، بس الفرق ان انا بفصل البياض عن الصفار زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني معانا في المقادير المقادير العادية خالص بتاعة الكيكة العادية: 3 كوبايات دقيق، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، وكيس بودر للثلاث كوبايات. انا عاملة في الفيديو ده مقدار ونص. تمام. فانا فصلت البياض عن الصفار زي ما حضراتكم شايفين، وحطيت فانيليا على البياض وفانيليا على الصفار. وزي ما حضراتكم شايفين انا بعصر ليمونة على البياض لما اجي اضربه، بيخلي القوام بتاعها جميل جدا وهاشش. وعلى الصفار كمان زي ما حضراتكم شايفين خطوة بخطوة. خليكم معايا ان شاء الله، ان شاء الله الفيديو ده جميل جدا. والله زي ما قلت لحضراتكم حصري لان النتيجة بتاعته عجبتنا جدا جدا. تمام. وطبعا طريقة سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. معايا كوبايتين لا كوباية ونص من اللبن لان المقدار بياخد كوباية واحدة. تمام. بدأت دلوقتي خلصت خلط الصفار والبياض، ودلوقتي بقلب المارنج او البياض على الصفار اكن بعمل كيكه اسفنجيه بالظبط. تمام. يعني هي كيكه عاديه بس زي الاسفنجيه وطعمها جميل جدا. وبالمناسبه ان انا شلت 50 جرام من الدقيق وحطيت بداله كيس نشا كامل 50 جرام. تمام. دلوقتي خدت معلقة من الخليط وقلبتها على معلقة من الكاكاو وخلطتها أكنها زي الشوكولاتة كده، وهبدأ بقى أزين بيها وش الكيكة بتاعتنا. والله يا جماعة أنا بدون حلفان أتمنى إن انتوا تجربوه. طبعا هعمل خطوط كده وابدأ إن أنا أخططها بالخلة كده بالطول وبالعرض لحد ما تاخد معانا الشكل الجميل اللي حضراتكم شفتوه في أول الفيديو. شايفين ما شاء الله. هبدأ رايح جاي كده بتدينا الشكل بتاعنا الجميل ده. طبعا انا هدخلها فرن 180 درجة، لو ما فيش يبقى هو تحت المتوسط. شايفين ما شاء الله والله جميلة جدا جدا. خلاص هي استوت معانا دلوقتي. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تحفة والله.